إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، والله ليس من الفقه والأدب أن أتكلم في وجود الأكابر من أهل العلم ومن أهل الفضل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في دعاتنا وفي علمائنا، إنه ولي ذلك ومولاه. بل أقول لكم إن الله سبحانه وتعالى يكرمنا جميعا من أجلكم. دخل الشيرازي إلى الحمام يوما، وكان الناس في قديم الزمان ينقعون الطين في ماء الورد ثم يضعونه على أجسامهم فيعطي رائحة طيبة. فخاطب الشيرازي الطين قائلا: رأيت الطين في الحمام يوما بكف الحب أثر ثم نسم، فقلت له: أمسك أنت أم عبير؟ لقد صيرتني بالحب مغرم. أجاب الطين: أني كنت تربا صحبت الورد صيرني مكرم. ألفت أكابرا فازددت علما، كذا من عاشر العلماء يكرم. أيها الأحبة، نعيش الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومدده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا. واصطفى المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام على سائر الخلق كله. فبعث الله المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى قوم كانوا يعبدون الأصنام، منهم من كان يعبد الأصنام، ومنهم من كان يعبد الأوثان، ومنهم من كان يعبد الشمس، ومنهم من كان يعبد النجوم، ومنهم من كان يعبد القمر، ومنهم من كان يسجد للنار من دون الله الواحد القهار، ومنهم من كان على دين الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومنهم من كان على دين نبي الله عيسى، ومنهم من كان على دين نبي الله موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. فبعث الله المصطفى صلى عليه، فبعث الله المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى جميع الناس، إلى جميع الخلق. قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يصعد المصطفى عليه الصلاة والسلام على جبل الصفا وينادي في قومه: يا بني فهر، يا بني عامر، يا بني أمية،
ماذا تقولون لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أو كنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قالوا نعم ما جربنا عليك كذبا قط. قال لهم ماذا تقولون لو أخبرتكم بأني رسول الله إليكم بين يدي عذاب شديد؟ فرد عليه عمه وقال تبا لك سائر اليوم محمد، ألهذا جمعتنا؟ ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله القرآن قال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. امرأته تسمى أروى بنت حرب لما سمعت هذه الآيات أخذت حجرا كبيرا وانطلقت به نحو الكعبة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بجوار الصديق، يجلس بجوار الصديق. فقالت يا أبا بكر أين صاحبك؟ أين محمد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يجلس بجواره. فنظر إليها الصديق ونظر إلى النبي فقال لها وماذا تريدين من محمد؟ قالت لقد سمعت أنه قد هجاني أو سبني أو شتمني، وأنشدت تقول مذمما عصينا ولأمره أبينا ولدينه قلينا. فقال لها الصديق وماذا لو رأيتيه؟ يعني لو شفت محمد هتعملي ايه؟ قالت والله لأضربن رأسه بحجري هذا. وانصرفت. فنظر الصديق إلى رسول الله وقال له يا رسول الله أو ما قد رأتك؟ هي ما شفتكش ولا إيه؟ أو ما قد رأتك؟ قال له لا بل أخذ الله بصرها فلم تراني. صل عليه. بل أخذ الله بصرها فلم تراني، بل تعلن الحرب على سيد الخلق في مكة بأسرها. يعلنون الحرب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الحرب حرب قديمة جديدة تتأجج في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة. لما؟ لأنهم يعلمون علم اليقين أن رسول الله هو سيد الخلق. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ودين الحق. الدين هو الإسلام، ليس هناك دينا غير الإسلام. ليس هناك دينا يسمى بدين الإبراهيمية، دين جديد. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ديننا هو الإسلام، قرآننا هو كتاب الله، رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعلن الحرب في مكة على سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. يعلنون عليه الحرب. نعم، فمنهم من قال بأنه مجنون، ومنهم من قال إن محمدا يأتي بهذا القرآن من خلال الجن. أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. ومنهم من قال بأنه ساحر، ومنهم من قال بأنه دجال، ومنهم من قال بأنه كاهن، ومنهم حتى أرسلوا إليه مع عمه إن كان محمد يريد مالا أعطيناه، إن كان يريد جاها أعطيناه، إن فقال يا عم والله لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر والله لن أتركه حتى يظهره الله لي أو أن أهلك دونه. صل عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يستجيبوا. يا محمد ادعو ربك، ادعو القمر فينشق،
فانشق القمر لمين؟ لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك لم يؤمنوا. يذهب المصطفى إلى الطائف، أناس قلوبهم كالحجارة بل هي أشد قسوة من الحجارة، يضربون المصطفى صلى الله عليه وسلم بالحجارة، يضربون المصطفى في الطائف، ويترك الطائف ويرجع. إلى من تكلني يا رب؟ إلى من تكلني؟ يدعو المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويتوسل إلى ربه، لأنه ليس له أحد إلا الله. إنا كفيناك المستهزئين، يعني اعملوا ما شئتم، والله كلما أردتم أن تشوهوا دين الله أو أن تشوهوا في سنة رسول الله، فإن الله سبحانه وتعالى سيظهر هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. لن نخشى من شيء، لن نخشى من أحد. ديننا هو الإسلام الذي نتشرف به ونفتخر به ونعتز به ونتباهى بأننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ليس هناك دينا يسمى بدين الإبراهيمية. ما هذا الكذب؟ ما هذا الافتراء؟ ما هذه الوقاحة التي وصلنا إليها في زمن خبيث، في زمن خبيث. آه يا مسلمون، آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق. أي شيء في عالم الغاب نحن، أي صنف في عالم الغاب نحن، آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير منا، والطير منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق. قد هوينا لما هوت وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإسلام من قلوبنا واقتلعنا الإيمان من صدورنا، فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق. وإذا الجذع مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. فكان لا بد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب في رحلة سريعة. إلى أين؟ إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. اللهم فرج عن الأقصى، اللهم فرج عن الأقصى، الأقصى الذي يئن ويستجير، الأقصى الذي يصرخ في كل يوم وإسلاما وإسلاما ومعتصما. لكن ما سمى معتصم يغيث، ما سمى معتصم يغيث. من استغاث به وصاح ذبحوا الصبي وأمه وفتاك هذاك الوشاح، وعدوا على الأعراض في انتشاء وانشراح. يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يركب على البراق بصحبة جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ويصلي بالأنبياء إماما من لدن آدم إلى عيسى عليه السلام. وبعد ذلك إلى أين؟ إلى سدرة المنتهى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
سيدنا النبي يقول لسيدنا جبريل ايه؟ أها هنا يترك الخليل خليله، يعني انت جيت تسيبني في المكان ده يا جبريل؟ فقال له يا رسول الله أنا لو تقدمت لاحترقت، أما أنت لو تقدمت لاخترقت أنوار الجمال والجلال والكمال. يأتي المصطفى إلى تحت عرش ربه فيقول التحيات لله، الطيبات لله، الصلوات لله، فيقول له ربي جل وعلا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فالنبي يقول لربنا ايه؟ يقول له عليك السلام. لا، ليه؟ لأن الله هو السلام ومنه السلام وإليه السلام. النبي يقول ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فردت الملائكة من حول العرش وقالوا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال لهم ربي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إلى آخر التشهد. ويأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى قومه ومع ذلك لم يؤمنوا برسول الله. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وهو في واحد تلقى قلبه قاسي، القلب عنده ختم الله على قلبه وسمعه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. لم يؤمنوا برسول الله. أيده الله بجميع المعجزات الحسية، منها يأتي سيدنا جابر ابن عبد الله إلى رسول الله ويقول له إيه؟ يا رسول الله عندنا جزعة، يعني سخلية صغيرة كده تكفي 2 ولا 3 وانت تتغدى معانا، وكان ذلك في يوم الخندق. قال له ماشي. يأتي وقت الغداء وسيدنا النبي يقول لسيدنا إيه؟ يقول لأحد الصحابة إيه؟ أذن في الجيش وأخبرهم أن الغداء عند جابر. ده الراجل قال لك 1 ولا 2 ولا 3، قل الغداء عند جابر. وانطلقوا إلى بيت سيدنا جابر، فلما زوجته شفت الأمر عملت إيه؟ مسكته من تلابيب ثوبه وقالت له فضحتني أمام أصحاب رسول الله. أين قال لك 2 ولا 3 رايح تجيب لي البلد كلها 2 3 يعني. فأدرك المصطفى صلى الله عليه وسلم ما هم فيه فأخذ وضع ائتوني بالإناء. النبي قاعد يعطي هذا ويعطي هذا ويعطي هذا حتى أكلوا جميعا وزاد الطعام. صلى عليه. سيدنا قتادة اقتلعت عينه في الحرب، فجاء يحمل عينه على كفه إلى رسول الله. فالنبي عمل إيه؟ أخذ العين وتفل فيها ووضع العين مكانها، فكان سيدنا قتادة يرى بعينه التي اقتلعت أفضل من العين الأخرى، ومع ذلك لم يؤمنوا. تحداهم الله، خلاص أنتم مش عاجب المعجزات الحسية لم تؤمنوا بها، أنتم تقولون إن القرآن ليس من كلام الله، فأتوا بمثله. فعجزوا ب10 سور، عجزوا. ائتوا بسورة فعجزوا، بآية فعجزوا. وصل الأمر، وصل التحدي إلى الأحرف المقطعة التي ابتدأ الله بها كثيرا من السور. كافها يا عين صاد قاف نون ألف لام ميم
ذلك لم يؤمنوا برسول الله. سابوا. أكتفي بهذا القدر وأصلي وأسلم وأبارك على سيدنا محمد. ابتليت بلادنا في هذا الزمان بالشاب، بالاستروكس، باللايس، شو اسمه كده؟ يعني كان الزمان الموضوع الناس ماشية على موضوع البرشام فقط، اتطورنا شوية للحشيش أو قبلها الحشيش ثم البرشام، لكن يا ريتنا وصلنا عند هذا الأمر وقفنا. لا، وصلنا إلى خراب البيوت، خراب البيوت، دمار الشباب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. يلي بتشرب المخدرات، يلي بتشرب الشاب، يلي بتوزع، يلي بتوزع، الموزع يتحمل جميع الذنوب والمعاصي. يعني انت علمت فلان ده كل ما يشرب انت بتشيل ذنب، كل ما يخرب بيته الوزر عليك انت. انا عارف الناس هتزعل مني، لكن ورب الكعبة نحن في مصيبة ما بعدها مصيبة. من الشباب من يغتصب أمه، ومنهم من يعرض زوجته للزنا، يقدم زوجته لرجل آخر من أجل جرام أو نص جرام. صح ولا لا؟ واحد باع الدقيق اللي زوجته كانت هتخبز بيه، وأشهد الله باع الدقيق. واحد تاني باع الاطباق، كوبايه الشاي ما خلاش حاجه. هو انت عامل ربنا هيسيبك كده وخلاص؟ هو انت عامل الموضوع بالنسبه لك سهل؟ اين انت من غضب الله؟ هذا العمر لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن 4. بلاش من دي يا عم. عن عمره فيما افناه. عمرك ضيعته فين؟ على المقاهي، مع بتوع المخدرات، مع من يتكلمون في أعراض الناس، من يبيعون أنفسهم، أم لله؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4. يا أيها الغافل، يا أيها المذنب، يا أيها العاصي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا. يا من تظن بأنك لن تموت، يا من تعتقد أنك لن تدخل إلى القبر، اعلم علم اليقين أنك ستنام على فراش الموت، وأنك ستقبر، وأنك ستحاسب، وأنك ستخرج من قبرك يوم القيامة أعمى. يا ترى هتموت ازاي؟ وانت بتصلي ولا وانت بتشرب؟ وانت بتصلي ولا وانت بتبيع؟ وانت بتصلي ولا انت مع من تجلس مع من يبيعون ومن يشربون؟ كيف يكون حالك؟ هل تقوى على عذاب الله؟ هل تقوى على غضب الله؟ هل تقوى على هذا؟ بل كيف يكون حالك عندما تنام على فراش الموت وتأتيك ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار، ينادون على روحك ويقولون لها يا أيتها الروح الخبيثة هيا اخرجي إلى رب عليك غضبان. كيف يكون حالك؟ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أن
إنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هو أنت عامل ربنا هيسيبك كده؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كيف يكون حالك عند خروج روحك؟ يلي بتشرب مخدرات، يلي بتضيع قوت أولادك. ده أنت ممكن ولدك مش لاقي جلابية يلبسها، ممكن ولدك مش لاقي يشتري قلم يكتب به في المدرسة، ممكن ولدك مش لاقي كشكول يكتب فيه، ولدك ربما لم يجد رغيف العيش. اللي أنت بتشرب سموم وبتحرم ولدك. أما تستحي على نفسك؟ أما تستحي على نفسك؟ كيف يكون حالك وأنت في القبر؟ والله العظيم الجسم مهما ربنا أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. قولوا أمين ومحدش يزعل مني يا شباب، بالله عليكم ما تزعلوا مني، بس هو الكلام اللي بيزعل شوية، صح ولا لا؟ لما تخش القبر وربنا والملائكة يسألوك أنا آسف يا سيدي، الفلوس بتاعتك، فلوسك اديتها لأولادك ولا شربت بها مخدرات؟ ما تقعدش مع واحد بيشرب وتقول أصلا أنا هحاول أهديه، أنت كذاب. أصلا هي هجرب مرة واحدة بس، أصلا نفس واحد مرة واحدة والموضوع عادي يعني. ورب الكعبة من يتعاطون هذه مصائب لا يساوون شيئا في سوق الرجال، ما يسويش ربع راجل. وأشهد الله أن أعمل في مصحة بتعالج الجماعة دول. شوف الواحد، شوف برا 7 البرمبة، جوا ما يسويش 3-4 جنيه. يقول لك هو أنا بعت الأنبوبة ولا أنا بعت السرير ولا أنا هو أنا عملت كده، وكأنهم شياطين. شوف الواحد يقول لك يا أخي ده ما شاء الله عليك بيتكلم، يقول قال الله ورب الكعبة هو أكتر من الشيطان. أي واحد تلقوه بيشرب كده عايز إيه من واحد معتوه؟ والله ربنا يحاسبك على الجديد اللي أنت بتضيعه، على الفلوس اللي أنت بتهدرها، على أولادك اللي هم مش لاقين يأكلوا، على زوجتك اللي هي مش لاقيه جلابية تلبسها، على أمك اللي عيانة وعايزة الدكتور وأنت بتروح تشرب السم ده وتقول هي يا رب تموت ونخلص. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار. وغرور دنياك التي تسعى لها
دار حقيقتها متاع يذهب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيما تعد وتحسب. ما هو انت بتشرب ممكن روحك تطلع، وانت بتشرب ممكن تموت، وانت قاعد مع مجموعة بتسكر ممكن انت تموت. عارف هتحشر ازاي؟ يحشر المرء يوم القيامة على ما مات عليه. يعني من مات وهو يزني يحشر يوم القيامة كذلك، من مات وهو يشرب الخمر وهو يشرب السجائر وهو يشرب الجوزة يحشر على ما مات عليه. وخلاص لا، امال هيحشر ازاي يا مولانا؟ أعمى. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تلقى حياته كلها سواد. ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. مش كده وبس، لا، ده هيمشي على الصراط على وشه. يلي بتشرب اسمع، يوم القيامة انت هتمشي على وشك. واحد يقول لي ما دليله؟ قال صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، يحشر الناس يوم القيامة على 3 أصناف: صنف الركبان، اللهم اجعلنا منهم يا رب، وصنف مشاه، وصنف يحشرون إلى ربهم وهم يمشون على وجوههم. فقال الصحابة لرسول الله يا رسول الله كيف يحشر المرء يوم القيامة ماشيا على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادر على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه. وقرأ المصطفى صلى الله عليه وسلم قول ربه أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وآمن روعتنا. اللهم استرنا بخفي ما اطلعت به علينا من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرة وبدنا على البلاء صابرة. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.